مرحبا. اليوم رح أشرح عن الانترفال بالموسيقى هي المسافة اللي بتفصل بين 2 نوت، مثلا من الدو للفا أو من الري للمي. هالدرس كتير مهم تنقدر نفهم بعدين كيف مؤلفين الجامات، كيف مؤلفين الأكورات، بالتالي كيف الأرمونية راكبة بالموسيقى الغربية. الانترفال في يكون ميلوديك إذا نوتين معزوفين ورا بعض مش بنفس الوقت، أو منسميهم أرمونيك إذا عم بينعزفوا بنفس الوقت. كل انترفال بيتحدد بشغلتين كتير أساسيات. أول شغل هي النو، وتاني شغلة الكاليفيكاسيون. بالنسبة للنو هو اسمه، مثلا اكزامبل صغير، من دو للفا، بنعد من دو للفا دو ري مي فا، عنا 4 نوتات، فاسمه كارت أو فورث بالإنجليزي، مؤلف من 4. بالنسبة للكاليفيكاسيون بدنا نعد من الدو للفا تنشوف كم تون أو كم دومي تون، وعلى أساس الجواب تبعنا نقدر نعرف شو الكاليفيكاسيون تبعها، هل هو ماجور أو مينور أو جوست أو أوغمونتي أو ديمينوي أو في غير قصص كمان. برجع لهم بعد شوي بالشرح. رح بلش هلأ بأصغر انترفال، وأصغر انترفال مؤلف من دومي تون، نص تون، مثل دو ري بيمول. هالانترفال اسمه سكوند لأنه من الدو للري هن نوتين ورا بعض، ومن الدو للري بيمول بيساوي دومي تون، فهو مينور، سكوند مينور. أصغر انترفال عنا اللي هو بيساوي دومي تون نسميه سكوند مينور. اكزامبل تاني، مي فا، من المي للفا نوتين ورا بعض نسميها سكوند، والمسافة بيناتهم إذا بنطلع على البيانو ما في شي بيناتهم اللي هي دومي تون، فبتكون اسمه كمان سكوند مينور. نفس الشيء اكزامبل تاني، سول دياز لا أو سي دو اتسترا. تاني انترفال رح ناخده بيكون أكبر من السكوند مينور بدومي تون زيادة، يعني صار بكل بساطة مسافته 1 تون. بما أنه أول انترفال كان اسمه سكوند مينور، هالانترفال الجديد رح يصير اسمه سكوند ماجور. كل شيء أكبر من المينور بدومي تون بيصير اسمه ماجور. رح نعطي الإكزامبل عنهم مثل ما كنا اخدين بالأول. دو ري بيمول هي سكوند مينور، إذا زدناها دومي تون صارت دو ري، فالدو ري هي سكوند ماجور. مي فا اللي كانت سكوند مينور، إذا زدنا عليها دومي تون صارت مي فا دياز، صارت سكوند ماجور. نفس الشيء سول دياز لا، إذا زدنا لها لا دياز صار اسمها سول دياز، لا دياز صارت سكوند ماجور. أو إذا نزلنا السول دياز على السول بيكار يعني صارت سول لا، كمان اسمها سكوند ماجور اللي هي 1 تون. بالنسبة لهالانترفالين اللي مؤلفين من دومي تون و1 تون، في لهم أسامي تانية غير سكوند مينور سكوند ماجور، فيهم يكونوا بريم اوغمونتي أو تيرس ديمينوي، بس برجع بشرحهم هول بعدين بس نكون خلصنا من الانترفالات الأساسية. الانترفال اللي رح نحكي عنه هلأ هو مؤلف من 1 تون ادمي، تون ونص. اكزامبل دو مي بيمول. من الدو للمي 3 نوتات، دو ري مي، فالنون تبعه الاسم تبعه تيرس أو ثيرد، وبما أنه مؤلف من 1 تون ادمي بنسميه مينور، تيرس مينور، ماينور ثيرد. إذا هو زادو زدناه دومي تون زيادة، مثل ما قلنا المينور بتصير ماجور، بتصير من الدو للمي، دو للمي بيكار يعني مش مي بيمول. من الدو للمي تيرس 3 نوتات، ومن الدو للري 1 تون، من الري للمي 1 تون صاروا 2 تون، فصار اسمه تيرس ماجور. فبرجع بشرح الفرق بين تيرس مينور وتيرس ماجور. تيرس مينور بتساوي 1 تون ادمي، تيرس ماجور 2 تون. بنوصل على الانترفال اللي شوي أكبر اللي هو 2 تون ادمي، 2 تون ونص. وصلنا هون على شيء اسمه كارت، مثل دو للفا، دو ري مي فا اسمها كارت، وانترفال بنسميه كارت جوست، 2 ونص هو جوست. هلا ليش جوست مش مينور وماجور؟ في بكل بساطة الكاليفيكاسيون جوست تنعطى للكارت والكانت والأكتاف.
وهالانترفالات عادة ما بيتغيروا جوات الجام إذا تغيرت من مود ماجور أو مينور أو لمودات تانية. بعتقد هذا الدرس بنرجع نشرحه بعدين لحاله وقت نشرح الجام والمود. بس المهم نعرف إنه من الدو للفا اللي هي كارت، إذا كانت مسافتها 2 تون ادمي صار اسمها كارت جوست. بالنسبة للكاليفيكاسيون جوست، إذا عليناها دومي تون بصير اسمها أوغمونتي، إذا وطيناها دومي تون بصير اسمها ديمينويي. مثلا دو فا، إذا عليناها دومي تون صار اسمها دو فا دياز، صارت كارت أوغمونتي. وإذا وطيناها دومي تون يعني دو فا بيمول صار اسمها كارت ديمينويي. بعطي اكزامبل تاني مثلا من الفا للسي بيمول. إذا حسبناهم الفا سول لا سي اسمه كارت. من الفا للسول 1 تون، سول لا 1 تون، من لا للسي بيمول دومي تون بيطلعوا 2 تون ادمي. فمن الفا للسي بيمول 2 تون ادمي 2 تون ونص هي كارت جوست. إذا هالسي بيمول عليناها دومي تون صارت سي بكار، يعني من الفا للسي بكل بساطة بنسميه كارت اوغمونتي مؤلفة من 3 تون. فينا نسميها 3 تون بيسموها اوقات، يعني 3 تون. اسمه العلمي كارت اوغمونتي. او اذا اخذنا فا دياز للسي بيمول، من الفا دياز للسي بيمول اذا حسبناهم فا سول لا سي اسمه كارت، بس من الفا دياز للسي بيمول بيطلعوا 2 تون اللي هي اصغر من الكارت جوست بدومي تون، فبنسميه كارت ديمينويي. وصلنا على الكانت. الكانت اللي هي مثل من الدو للسول، إذا حسبناها من الدو للري 1 ري للمي 1 من المي للفا دومي فا للسول 1 بيطلعوا 3 تون ادمي. 3 تون ادمي هي كانت جوست. إذا وطيناها دومي تون مثل كل جوست بيصير اسمها ديمينويي، يعني دو سول بيمول. وإذا عليناها دومي تون من الدو للسول دياز صار اسمها كانت اوغمونتي. اكزامبل تاني من المي للسي، مي فا سول لا سي اسمها كانت. إذا حسبناهم رح يطلعوا من المي للفا دومي فا سول 1 سول لا 1 لا سي 1 بيطلعوا 3 تون ادمي 3 تون ونص كانت جوست. إذا عملنا مي سي دياز صار اسمها كانت اوغمونتي، صاروا 4 تون. أو إذا عملنا مي سي بيمول إذا حسبناهم بتصير كانت ديمينويي اللي هي 3 تون. بالنسبة للانترفالات من الكانت للستيام أو الأوكتاف اللي رح يجوا بعد شوي، في لهم طريقة تانية نقدر نعرف شو النوع والكاليفيكاسيون تبعهم، غير إنه نقدر نعد قدي فيهم دومي تونات وتونات، اللي هي بواسطة الرانفيرسمون. الرانفيرسمون رح أرجع أشرحها بعدين بفيديو لحاله. هلأ الفيديو التاني رح يجي من ورا هاي، رح أشرح فيه السيكست والستيام والأوكتاف، ومن بعدها برجع براجع الانترفالات الاوغمونتي والديمينوي اللي هن حكيتهم على الكارت والكانت، وطبقهم كمان على السكوند والتيرس وعلى السيكس والستيام والاوكتاف. واخر شي برجع بشرح لكم الرانفيرسمون بشكل مبسط.